بيبدأ الفيلم في المستشفى في غرفة العمليات، وبيكون الدكاترة كلهم مجتمعين حوالين طفلة حديثة الولادة وبيحاولوا ينقذوها. وبيكون في الوقت ده أمها بتدعي ربنا ينقذ بنتها، ولأنها لسه والدة ومش هتعرف تمشي بيجيلها الممرض بكرسي علشان تروح تشوف بنتها. ولما بتدخل بتلاقي بنتها في الحضانة وبتتنفس وبتكون فرحانة. وهنا بتسأل الدكاترة هل البنت هتبقى كويسة وهتعيش، وبتتفاجئ إنهم مش بيردوا عليها. وبعدها بتمر 17 سنة وبيكون في ناس موجودين في اجتماع أولياء الأمور في المدرسة الثانوية، وبيبدأوا الدور يحكوا عن مدى حزنهم إن أولادهم هيسيبوهم ويسافروا للجامعة، وحتى بيوزعوا على بعض مناديل لأن معظمهم بيبكي. وبيجي الدور عند الأم وبنعرف إن اسمها ديانا، وبتكون مش مركزة معاهم أصلا ولا فارق معاها، وبتقول إن مفيش جامعة قبلت بنتها لحد دلوقتي ومفيش سبب إنها تحزن أو تبكي. فبيسألوها عن مشاعرها لما بنتها تبعد عنها، فبتقول إنها من زمان تفرغت لبنتها وحتى ما رضيتش ترتبط بحد علشان تتفرغ لبنتها، وحرمت نفسها من كل حاجة. ودلوقتي بنتها هتخرج للحياة وتعيش كل اللي أمها اتحرمت منه. والكل بيبص لها باستغراب لأن الواضح من كلامها إنها غيرانة من بنتها. وفي الوقت ده بتكون بنتها كلوي بتصحى من النوم، وبنعرف إن عندها شلل. ومن الروتين اللي بتعمله كل يوم الصبح بنعرف كمان إن عندها مشاكل في الجهاز التنفسي، وبتعاني من بقع حمراء على جلدها، وبتاخد علاج كتير كل يوم علشان المشاكل الصحية اللي عندها. وبعدها بتنزل لتحت عن طريق جهاز راكب على السلم، وبنلاقي أمها بتهتم بيها جدا وبتقيس لها السكر، ومن ده بنستنتج إن عندها مرض السكر كمان. وبتاخد حقنة الأنسولين بتاعتها، وبعدها بتحضر الأم الفطار وبيقعدوا يفطروا سوا. وبيكون واضح إن كلوي بتحب أمها ديانا جدا، وبنعرف من كلامهم إن كلوي مولودة بكل الأمراض دي، وأمها هي اللي بتعتني بيها من وقت ما اتولدت. وبعدها ديانا بتعمل لها جلسة علاج طبيعي، وهنا بتلاحظ إن رجل كلوي بتتحرك، وبتكون ديانا هي اللي بتذاكر لكلوي. وبنعرف إن كلوي شاطرة في الدراسة، وبعدها بتاخد كلوي جرعة تانية من العلاج وبتكمل مذاكرة. في الوقت ده بتيجي عربية البريد، وبأقصى سرعة كلوي بتروح لعند الباب علشان تشوف البريد، ولكنها بتلاقي ديانا استلمته. وبتلوم كلوي إنها بتعمل مجهود وده غلط على الرئة لأن عندها ربو، لكن كلوي بيكون كل همها إنها تشوف البريد. وبنعرف إنها منتظرة جواب من الجامعة إنها اتقبلت في الجامعة، ولكن بخيبة أمل مش بتلاقي الجواب. وبعدها ديانا بتنزل للقبو ومعاها أغراض، وبعدين بتطلع للحديقة وبتكون عاملاها مزرعة طماطم كنوع من تحسين الدخل. وبيجي ميعاد العشاء، ولما بتقيس لها ديانا السكر بتلاقيها ما أكلتش كويس، وده علشان سكرها يبقى منخفض وتاخد أكتر من الشوكولاتة اللي بتحبها. ولكن ديانا بترفض علشان خايفة عليها. وبعد كده بتكون كلوي شغالة على تصميم طبعة 3D، ورغم إنها موهوبة وذكية لكن بعد ما ركبت الطبعة بالكامل بتلاقيها مش شغالة. وبتكون ديانا في الوقت ده بتحضر لها العلاج اللي هتاخده قبل النوم، وبتعطيها العلاج وبتسيبها علشان تنام. وبتنزل ديانا للقبو وبتتفرج على فيديوهات لكلوي وهي صغيرة. وتاني يوم الصبح بتكون كلوي قاعدة بتذاكر وبتسمع صوت عربية، وبتلاقي إنها ديانا وشارية أغراض من السوبر ماركت. وبتشوف كلوي علبة الشوكولاتة اللي بتحبها. ولما بتدخل أمها بالأغراض للبيت بيجي لها مكالمة، ولأن الشبكة وحشة جوه البيت بتطلع لبره علشان تكمل المكالمة. وكلوي بتستغل ده وبتروح بسرعة عند الشنط علشان تاخد شوكولاتة وتخبيها من ورا أمها. وهنا بيلفت نظرها علبة دواء غير الدواء اللي هي متعودة تاخده. ولما بتمسك العلبة بتلاقي مكتوب عليها اسم ديانا، وبتستغرب كلوي لأن أمها ما قالت لهاش قبل كده إنها تعبانة. ولما بتسمع صوت الباب بترجع كل حاجة بسرعة وبترجع مكانها وبتكمل مذاكرة. وبيمر اليوم بشكل عادي. ولما بيجي وقت النوم بتقول ديانا إن شركة الأدوية اللي كانت بتنتج علاج كلوي قبل كده فلست، واضطرت ديانا إنها تروح للدكتورة النهاردة علشان تكتب لها دواء بديل. وبتتفاجئ كلوي إن من ضمن الدواء قرص من العلبة اللي شافتها قبل كده، وبتقول إنها ظنت إن الدواء ده بتاع أمها لأنها شافت اسم ديانا على العلبة، وده وقت ما كانت بتحاول تاخد شوكولاتة. فبتغير ديانا الموضوع وبتقول لها إن الشوكولاتة الكتير فيها خطر على صحتها. ولكن كلوي مش بتنسى الموضوع وبتقول لها إزاي اسمك كان على العلبة. فبتحاول تبرر إنها أكيد غلطة لأن هي اللي اشترت العلاج فأكيد كتبوا اسمها عليه عشان كده. وبتتعامل مع الموضوع بشكل عادي وده بيطمن كلوي شوية، وبتاخد العلاج وبتنام. ولكن تاني يوم الصبح لما بتشوف الحباية قدامها بترجع تفكر في الموضوع تاني وبتبقى مش مرتاحة، وبتروح تجيب دراع هي عملته قبل كده علشان تستخدمه إنها تجيب الحاجات من الأماكن العالية اللي مش بتطولها وهي قاعدة على الكرسي، وبتجيب بيه علبة الدواء. ولكنها بتسمع صوت عربية جنب البيت وبتلاقي إنها عربية البريد، فبتنزل بسرعة علشان تشوف في بريد جه من الجامعة ولا لأ. ولما بتيجي تفتح الباب بتتفاجئ بأمها قدام الباب، وبتقول لها إن للأسف المرة دي كمان ما جاتش حاجة. ولكن كلوي بتتصدم لما بتلاقي العربية شغالة وباب العربية مفتوح، وكأن أمها نزلت بأقصى سرعة علشان تلحق البريد قبل ما يقع في إيد كلوي. وده بيزيد شكوك كلوي أكتر إن في حاجة غريبة بتحصل. وبتطلع علبة الدواء اللي جابتها قبل كده، وبتستغرب لما بتلاقي اسمها هو اللي على العلبة، بس بيلفت نظرها إن في ورقة تانية تحت الورقة دي. ولما بتشيلها بتتصدم لما بتلاقي اسم ديانا هو اللي على العلبة. وليه أمها ممكن تعمل حاجة زي كده؟ بس لأنها ذكية مش بتبين حاجة لحد ما تفهم إيه اللي بيحصل. وبتيجي أمها كالعادة وبتعطيها العلاج وبتمشي، وبتكون كلوي ما بلعتش الحباية وبتطلعها من بقها تاني، وبتنتظر لما أمها بتنام.
وبتتسلل بهدوء وبتنزل لتحت وبتشغل الكمبيوتر علشان تبحث عن اسم الدواء اللي موجود على العلبة. وبتكتشف كلوي ان الانترنت مقطوع، واحنا كمان بنكتشف ان امها مش نايمة ولا حاجة. ولما بيجي الصبح بتكون كلوي ما نامتش طول الليل وبتفكر. ولما بتنزل لتحت بتكتشف ان امها بتزعق بصوت عالي، وبتلاقيها بتتكلم في التليفون وبتقول لها انها بتكلم خدمة العملاء. ولما بتخلص المكالمة بتسألها كلوي الانترنت هيفضل مقطوع لحد امتى؟ فبتقول لها ديانا غالبا هياخدوا وقت على ما يصلحوا المشكلة. وبعد شوية بتقول لها عرفت منين ان الانترنت مقطوع؟ فبتحكي لها كلوي انها نزلت بالليل بعد ما نامت، وبتكون امها عاملة نفسها ما شافتهاش علشان تعرف هي كانت بتبحث عن ايه. ولكن كلوي بتقول لها انها حاولت كتير تشغل الطبعة اللي بتصنعها ولكن مش عارفة العطل فين، وعشان كده نزلت تبحث عن المشكلة على الانترنت. وديانا بتحاول تعقل الكلام، وبعدها بتروح كلوي لغرفتها وبتلاقي ديانا مشغولة في الحديقة وبتروي الزرع. فبتستغل كلوي انشغالها وبتتصل على الصيدلية علشان تسأل عن الدواء، وبتلاقي الدكتورة بتسألها انت ديانا، وبتكون عرفتها من الرقم. فبتقفل كلوي بسرعة لانها مش عاوزة امها تعرف حاجة. وبعدها بتتصل برقم عشوائي وبيرد عليها واحد، وبتطلب منه المساعدة انه يبحث لها على حاجة على الانترنت. في الاول بيرفض يساعدها لانه ما يعرفهاش وخايف انه يتورط في حاجة، لكن كلوي بتقدر تقنعه انها مسألة حياة او موت، وانه لازم يبحث لها عن دواء ضروري. وبيقرر اخيرا انه يساعدها، وبيبحث عن اسم الدواء اللي قالت له عليه، وبتطلب منه يوصف لها شكل الحباية اللي في الصورة. فبيقول لها ان الحباية لونها احمر. وبعدها على العشاء بتحاول كلوي تمثل انها طبيعية، وبتفكر ديانا انها كانت عرضت عليها قبل كده يروحوا السينما وانها حابة تتفرج على فيلم. وتاني يوم بتاخد كلوي الحبوب اللي مش بتبلعها ومخزناها، وبتركب العربية مع امها وبيروحوا للبلدة. وبيوصلوا هناك وكلوي بتاخد بالها ان الصيدلية في الناحية التانية من الشارع. واثناء ما بيتفرجوا على الفيلم بتقول كلوي انها شربت كمية كبيرة من العصير ومحتاجة تروح الحمام. ولما بتخرج بتستخدم البخاخة بتاعتها علشان هتروح باقصى سرعة قبل ما امها تاخد بالها انها اتأخرت. ولما بتوصل جوه الصيدلية بتلاقي طابور طويل وكده هتتأخر، فبتستأذن منهم انها تعبانة ومحتاجة تدخل بسرعة. والناس اللي واقفة بيتعاطفوا معاها علشان حالتها، وبتعطي للدكتورة الحباية، وبتقول لها ان امها اخر مرة اشترت الدواء ده من عندهم ومحتاجة تعرف هو بتاع ايه. ولكن الدكتورة بتقول لها طب وليه مش بتسألي ديانا وهي بكل بساطة هتقولك. فبتاخد كلوي بالها من صورة للدكتورة لما فازت في لعبة غرفة الهروب، ودي لعبة مشهورة في الغرب. فبتقول لها ان دي لعبة، وان امها قالت لها على فزورة ومحتاجة تعرف معلومات عن الدواء ده علشان تعرف تحلها. ولكن الدكتورة بترفض تقول لها لان دي اسرار المرضى. وبعدين بتقول لها ثانية واحدة، اظن ديانا قالت لك فزورة ذكية، لان ديانا متأكدة انك مش هتعرفي تحليها لان الدواء اصلا مش بتاع ديانا. فبتقول لها ازاي واسم ديانا كان على علبة الدواء. فبتقول لها ان ديانا بتشتري الدواء ده علشان الكلب بتاعكم. وبتقول الدكتورة ان الدواء ده بيعطوه للكلاب لما بيتعرضوا للعض في رجلهم علشان يخليهم ما يحسوش برجلهم والألم اللي فيها. فبتقول لها وايه اللي يحصل لو الانسان اخده بالغلط. فبتقول لها ان ده خطر على الانسان وممكن يسبب له اعراض شلل ويفقد الاحساس برجله تماما. وبتترعب كلوي لما بيجي في ذهنها انها مش مريضة وان العلاج هو السبب في كل اللي عندها. وفي اللحظة دي بتكون ديانا اكتشفت غيابها وبتيجي وهي خايفة على بنتها، وبتطلب من الدكتورة تجيب تلج بسرعة، وكمان بتطلب من الناس يبعدوا عنها علشان يعطوها مساحة تتنفس. وبتستغل ديانا ان محدش شايفهم وبتعطيها مخدر، وكلوي بتفقد الوعي. وبعدها بتاخدها تنيمها في السرير، وبتبقى محتارة تصلح اللي حصل ده ازاي. وبتفكر انها تكلم الصيدلية وتطلب منهم يشرحوا لكلوي انها غلطة مش اكتر، لكن بتلاقي ان الصيدلية مستحيل تعمل حاجة زي كده. فبتبحث عن طريقة تركيب سموم عصبية. وبعد شوية بتصحى كلوي من النوم بتلاقي الفطار جنبها، وبتيجي تخرج من الغرفة بتلاقي الباب مقفول. فبتنده على امها وبتقول لها انها عاوزة تتكلم معاها ومتأكدة انها عندها تفسير للي حصل، لكن محدش بيرد. ولما بتبص من الشباك بتلاقي العربية مش موجودة، وده معناه ان امها مش في البيت. فبتجيب من الادوات بتاعتها مفتاحين وبتفتح بيهم الباب، لكنها بتلاقيه لسه مقفول. وبيطلع ان امها كانت متوقعة انها هتعرف تفتحه وقفلته من بره بمجرفة الحديقة. وبتفقد الامل انها تفتح الباب، بس بيجي لها فكرة تانية، وبتفكر انها تخرج من الشباك وتمشي على السطح لحد ما توصل للشباك بتاع الغرفة اللي جنبها. بس المشكلة ان الشباك اكيد مقفول من جوه. فبتفطر اول حاجة علشان السكر ما يهبطهاش، وبتاخد مكوة اللحام، وبتستخدم الاسلاك اللي عندها وبتعمل وصلة كهرباء طويلة، وبتشرب مية بس بتخليها في بقها ومش بتبلعها. وبتاخد ملاية السرير وبتخرج من الشباك، وبتبدأ تزحف وبتسحب السلك معاها. وبعد معاناة بتوصل اخيرا عند الشباك، وبيطلع فعلا مقفول من جوه زي ما توقعت. فبتوصل المكوة بالكهرباء وبتنتظر لما تسخن، وبتحطها على الازاز، والازاز بيبدأ يشرخ شروخ بسيطة من الحرارة. وبتستعد وبترش عليه المية اللي في بقها. فورا الازاز بيفرقع، فبتحط الملاية على الشباك علشان الازاز ما يعورهاش، وبتدخل لجوه. وبتبقى مش مصدقة انها عملت كده ونجحت في الدخول. المشكلة ان بسبب المجهود
المجهود اللي عملته بتحس باختناق وبتدور على البخاخة بتاعتها وبتلاقي انها سابتها في الأوضة، فبتزحف بصعوبة للغرفة بتاعتها، وأثناء ده بنلاقي سلك التليفون مقطوع وبتفتح الباب بسرعة وبتجيب البخاخ بتاعها وبترجع تتنفس تاني. بعدها بتاخد الكرسي بتاعها وبتروح عند السلم علشان تنزل، ولما بتدوس على الزرار بتكتشف ان الجهاز مش شغال، وبتلاقي ان امها قطعت السلوك بتاعته علشان ما تعرفش تنزل لتحت، فبتحاول تطلع الكرسي من فوق الجهاز وبترميه لتحت، وبعدها بتطلع من فوقه وبتوقع نفسها لتحت، وبتكون الوقعة صعبة جدا وبتتأكد انها سليمة ومفيش كسور، وبتحرك ايديها، وهنا بتتفاجئ ان رجلها بتتحرك، وبعدها بتتمالك نفسها وبتطلع على الكرسي وبتخرج من البيت. في الوقت ده بتكون ديانا سايقة عربيتها وراجعة للبيت، وكلوي بتكون على الطريق وفجأة بتشوف عربية جاية، فبتستخبى بسرعة لحد ما تعدي، وبتلاقي انها عربية البريد، فبتطلع قدام العربية بسرعة علشان توقفها، وساعي البريد علشان كان يعرفها قبل كده بيبقى مخضوض من بهدلتها، ولما بتحكي له بيقرر يساعدها وياخدها معاه. في الوقت ده بتكون ديانا وصلت وشافتهم، فبيخبي كلوي وبيمنع ديانا انها توصل لها، وطبعا ديانا بتمثل انها خايفة وعاوزة تطمن على بنتها، لكن ساعي البريد بيمنعها وبيقول لها ان كلوي خايفة منها، فبتهدده انها هتكلم الشرطة وهتقول لهم انها لقت بنتها متبهدلة وبتنزف في الغابة مع راجل غريب، وكمان الراجل ده بيمنعها انها تعرف ايه اللي حصل لبنتها، وبتقول له وقتها نشوف الشرطة هيتصرفوا ازاي. وهنا ساعي البريد بيبلع ريقه لانه عارف ان الشرطة كده هتفهم ان البنت تعرضت للاعتداء وبكده ممكن يتأذي، ولكنه رغم ده مش بيتخلى عن كلوي. وديانا لما بتلاقيه مصمم على رأيه بتقول له انها هتمشي وراهم بالعربية لحد المستشفى، وبيفرح الراجل انها اخيرا هتسيبهم، وبيسأل كلوي تحب نروح المستشفى ولا للشرطة، فبتقول له للشرطة، فبيركبها في العربية وبيعرفها انه هيسوق بالراحة علشان ما تتعبش من هز العربية. وبتكون ديانا في الوقت ده بتفتح شنطة الاسعافات وبيكون فيها حقنة ومسدس، وفجأة بتظهر من ورا الحارس وبتخدره، وكلوي من الرعب قلبها بيدق بسرعة وبتفقد وعيها، ولما بتفوق بتلاقي نفسها في مكان تاني غير الغرفة بتاعتها، وبيطلع ان ده القبو اللي ديانا كانت بتنزله بعد ما كانت كلوي بتنام، وبتلاقي ادوات مختبر وبتلاقيها بتطبخ مادة غريبة على النار، وبتلاقي جنبها سلة زبالة فيها ورق كتير، وبتلاقيها جوابات قبول من كل الجامعات اللي قدمت فيها، وبتملك الغضب من كلوي وبتبدأ تبهدل المكان. ولما بتهدى بتلاقي جنبها صندوق مكتوب عليه اسم ديانا بس باسم اب تاني، وده معناه ان ديانا مغيرة اسمها دلوقتي. وبتكون ديانا في الوقت ده بتتخلص من ساعي البريد، وكلوي بتحاول توصل للصندوق بس بتلاقي الكرسي مربوط بسلسلة، فبتزحف لحد ما بتجيبه، وبتلاقي في الصندوق كل الذكريات القديمة لديانا، ومن ضمنها صورة لكلوي وهي طفلة بس رجلها بتكون متغطية بورقة، ولما بتشيل الورقة بتلاقي انها كانت بتمشي، وبتتصدم لان ديانا مفهماها انها مولودة عندها شلل. وبتشوف باقي الحاجات اللي في الصندوق، بتلاقي ورقة من الجريدة فيها واحد وزوجته من الصحافة وخبر خطف بنتهم الرضيعة من الحضانة، وبعدها بتلاقي شهادة وفاة وبيكون فيها اسم الام ديانا بلقبها قبل ما تغير اسمها، واسم البنت كلوي، وان البنت ماتت بعد ساعتين من الولادة، وكمان الولادة كانت في نفس المستشفى اللي الطفلة اتخطفت منها، وده معناه حاجة واحدة بس، ان دي مش كلوي بنت ديانا، وان ديانا لما ولدت بنتها نزلت مريضة وماتت، ومن حزنها وقفت قدام الحضانة تبص على الاطفال اللي فيها، وبتدخل الممرضة تحط طفلة قدامها وبتقرر انها تخطفها. وفي الوقت ده بيكون ديانا اتخلصت من ساعي البريد ونازلة للقبو، وبتكتشف ان كلوي فتحت الصندوق وعرفت كل حاجة، وهنا كلوي بتواجهها انها مش امها الحقيقية وانها خطفتها من الناس دول، فبتغضب ديانا وبتقول لها انها ما خطفتهاش بل انها انقذتها منهم، فبتقول كلوي انها كانت مولودة سليمة وان ديانا هي اللي سممتها واصابتها بكل الامراض دي، فبتمنعها ديانا تكمل كلام وبتقول لها انها كده كانت بتحميها، ولكنها لما بتلاقي كلامها مش بيأثر على كلوي بتجيب مخفف طلاق وبتحطه على المادة اللي كلوي شافتها قبل كده. ولو نفتكر انها كانت بحثت قبل كده عن تركيبة سموم عصبية على الانترنت، وبتكون هي دي المادة اللي عملتها وبتملى الحقنة بيها علشان تحقن كلوي، ولكن كلوي بتهرب منها وبتدخل لمخزن صغير وبتقفل على نفسها، وبتلاقي المكان مليان ادوية ومواد كيميائية، وديانا بتجيب المفتاح وبتدخل عليها وبتلاقيها معاها ازازة فوسفات عضوي، وفورا كلوي بتفتح الازازة وبتشرب منها، وتحسبا لو في حد صغير بيتفرج على الفيديو ده تصرف غلط، واللي بيحاول يؤذي نفسه او ينتحر بيدخل النار. وديانا ما بيكونش قدامها حل تاني غير انها توديها المستشفى، وده لانها مش عاوزاها تموت، انما هي مش عاوزة حد ياخدها منها، ولحسن الحظ الدكاترة بيقدروا ينقذوها، بس بتكون فاقدة القدرة على الحركة او الكلام، والدكاترة بيمنعوا ديانا تدخل عندها وبيقولوا لها لان دي محاولة انتحار في سن المراهقة، وممنوع اي حد يدخل عندها قبل ما الدكتور النفسي يتكلم معاها ويعرف ايه اللي مزعلها. وديانا بتلاقي انهم معينين ممرضة معاها في الغرفة ومش بتسيبها، فبتقرر تتصرف، وكلوي بتحاول تحرك صباعها علشان تدوس على الجرس، وهنا الممرضة بتنتبه انها فاقت، وبتحاول كلوي تبص على القلم علشان تعطوه لها، وطبعا مش هينفع لان ممكن تؤذي نفسها بيه، بس بتجيب لها قلم الوان وبتحاول كلوي تكتب بيه بس بصعوبة، وفجأة جرس الانذار بيضرب، وبتطلب المستشفى من كل الطاقم الطبي يتوجه لمريض حالته خطيرة وبيموت، وطبعا اكيد ديانا هي اللي عملت كده، وبترتفع ضربات قلب كلوي بشكل سريع من الخوف، وفجأة قلبها بيقف، وبتكون ديانا هي اللي دخلت عندها وفصلت عنها الاجهزة،
وبتاخدها على كرسي متحرك علشان تطلع بيها بره المستشفى. وفي الاسانسير بتقول لكلوي انها محتاجاها وما تقدرش تعيش من غيرها، وعشان كده عملت فيها كل ده من وهي طفله، وكانت بتعطيها ادويه تدمر اعصابها، وده علشان تفضل كلوي طول عمرها محتاجاها وما تبعدش عنها. وفي الغرفه بترجع الممرضه بتلاقي ان كلوي مش موجوده على السرير، وبتشوف الورقه اللي كلوي كانت بتكتب عليها وبتلاقيها كاتبه عليها امي. فورا بيفهموا ان امها بتشكل خطر عليها، وبينتشر الامن في كل المستشفى يدوروا عليها. ولما بتسمع ديانا في الميكروفون انهم بيوجهوا الامن يدوروا عليها، بتطلع المسدس اللي كان معاها قبل كده، وبتكون ديانا على وشك انها تخرج بيها من المستشفى، ولكن بتقف عند السلم لان السلم بتاع المعاقين مش شغال، وبتقرر تشوف طريق تاني للخروج، ولكنها بتلاقي الكرسي مش بيتحرك. فبتشوف ايه اللي موقف الكرسي، وبتلاقي ان كلوي حركت رجلها وحطتها قدام عجل الكرسي علشان ما يتحركش، وبتقول لها بصعوبه انها مش محتاجه لها. وهنا بيجي افراد الامن وبيهددوها ترمي المسدس اللي معاها، لكنها بترفع المسدس عليهم وبتقول لها انها عايزه تاخد بنتها وتمشي. فبيضربوها بالرصاص وبتقع من على السلم. وبعدها بتمر 7 سنين، وبتكون ديانا دخلت السجن بعد كل اللي عملته. وفي الوقت ده بتكون كلوي رايحه لها زياره، وعند حراس السجن بتمر من البوابه اللي بتتفتش فيها، وبنشوف انها بدات تمشي وكمان لابسه خاتم زواج. وبعدها بتدخل عند ديانا وبتبدا كلوي تحكي لها عن حياتها، وبنعرف انها رجعت لابوها وامها الحقيقيين واتجوزت وخلفت بنت. وبنعرف كمان ان ديانا دلوقتي عندها مرض الدكاتره مش قادرين يعرفوا اسبابه. وبعد ما بتحكي لها كلوي عن حياتها بتقول لها ان وقت الزياره قرب يخلص وجاء الوقت انها تمشي. وهنا ديانا بتترعب اول ما بتسمع الكلام ده، وفجاه بتطلع كلوي حبوب من بقها زي ما كانت بتخبي الحبوب زمان، وبتطلب من ديانا تفتح بقها علشان تعطيها الحبوب، وتكون بالطريقه دي بتنتقم منها زي ما كانت بتعمل فيها. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وما تنساش تشترك في القناه علشان تقدر تتفرج على الملخصات اللي هتترفع بعد كده. وسلام.